خلينا دلوقتي نرجع للإليكسر بتاعنا، وعندنا كلاس هو الإليكسر إتريتور. خلينا نشوفه كده. هتلاقيه طبعا بيبقى عنده فانكشن اللي هي نيو، بياخد فيها الكونتنت، الفايل كونتنت بتاعه اللي هشتغل منه، وهنا النيو ديت بتعمل له initialization. وعندنا حاجة اسمها الكيرسور اللي هو الكاركترز كيرسور. ده فكرته ان هو بتعدي على كل نص في الفايل، تعمل له سيلكت وبتشوف نوع التوكن ده. يعني هتلاقي جوه الكاركترز كيرسور ده هو بيبقى عارف واقف فين بالظبط، والكاركترز اللي هو عمل لها سيلكشن. طبعا ده عشان الافشنسي اكتر، ان انت بتعمل iteration بس ولكن ما بتحجزش ميموري جديدة. عشان كده عندك الفايل كونتنت دوت بتاخد بالريفرنس. المهم ان انت اثناء ما بتعمل نيو بتنادي على الكرسور وتشوف هو واقف فين، يعني بحيث ان انت بتعمل له initialization. لو رجعت هنا في المين فايل هتلاقي ان احنا بنعمل نيو للإليكسر دوت، وبننادي على الفانكشن اللي هي collect all. فراست عموما يعني بيبقى فيه convention كده، ان انت لو عندك iteration او iterator، الاتريتور دوت ما بيتنفذش غير لما تنادي على الفانكشن اللي هي collect. المهم يعني ان collect all ديت هترجع لي array list من التوكن والarray list من الفايل لاينز، لان هو خلاص يعني اثناء ما هو ما بيعدي على الفايل دوت بيبقى الافضل ان انت يعني تقسم فيه بقى اللاينز بالمره عشان موضوع الايرورز والكلام ده. وهنا array list من الإليكسر الايرورز اللي ظهرت لي من الفايل دوت. خلينا بس نشوف الإليكسر ايرور دوت. هتلاقي الإليكسر ايرور دوت، هتلاقي هنا عندك التوكن اندكس، التوكن اللي حصل فيه الايرور دوت، وهتبدأ تعلم منين بالظبط عشان تظهر الايرور بطريقة احترافية. فلازم تبقى عندك زي ماركر كده بحيث ان انت تعرضه لليوزر بطريقة احسن، وكذلك اللينس بتاع الماركينج دوت. واهم شيء طبعا اللي هو الايرور كايند. تلاقي طبعا ان هو عبارة عن انوم. في شوية ايرورز هنا هتلاقي ان هو مثلا unknown توكن، التوكن اللي انت مدخله دوت مش مدعوم، او طريقته يعني الإليكسر ما يقدرش يتعرف عليه اصلا، او هو مش مدعوم في اللغة. و unclosed string اللي هو تفتح string وما تقفلهاش. و unclosed character، unclosed delimited comment، كذلك comment يعني على كذا سطر انت ما قفلتهوش. او zero characters و many characters، ان انت مثلا عندك الكاركتر دوت ما حطيتش فيه حرف اصلا. هتلاقي هنا برضو حتى في راست جايب لي syntax error، او انت مثلا الحرف ده حطيت فيه كذا حرف. تلاقي برضو هنا في راست بيجيب لي character literal may only contain one code point. فنفس الفكرة هنا، يعني ده زي ما قلنا مرحلة بتحصل في اي كومبايلر عموما. هتلاقي برضو عندك انواع تانية من الايرورز، زي مثلا unknown escape sequence دوت، اللي هو الحروف اللي هو زي /n/t والكلام ده، لما تكتب حرف مش معروف او مش مدعوم في اللغة، فالإليكسر مهمته ان هو يتأكد من الكلام ده برضو بالذات. احنا طبعا الاسكيب سيكونس هنا مش هي /n و /t في اللغة دي، هي /s اللي هو السطر الجديد، وهكذا يعني حاجات عربية يعني خالص. فده كلاس الايرور. يعني عندنا اهم كلاس اللي احنا ما اتكلمناش عليه وهو التوكن. التوكن هو بيبقى ليه سبان عشان برضو نبقى عارفين هو التوكن ده ممتد من فين لفين. ده غير طبعا الايرور سبان، ان الايرور بيبقى ليه سبان خاص بيه. كذلك التوكن السبان دوت هتلاقيه ان هو عبارة عن start و end، span cursor و end برضو من نوع span cursor. span cursor هتلاقيه ان هو بيخزن اللاين اندكس والكولوم اندكس، يعني حاجة بيزك خالص، ولكن دوت عشان موضوع الايرور ريبورتنج. كذلك برضو عندنا حاجة اسمها الستارت بايت والاند بايت. ده بيبقى السبان ولكن بالنسبة للبايت اندكس في الفايل نفسه، لان الفايل عبارة عن سلسلة من البايتس، فاحنا يعني برضو محتاجين ان احنا نعرف هو موجود من البايت كام للبايت كام. المهم يعني ان دي حاجات عشان بس تظهر الايرور بطريقة كويسة لليوزر، باعتبار برضو ان انت عاوز memory efficiency في الكومبايلر ده. الاهم دلوقتي ان احنا عندنا التوكن كايند. زي ما قلنا ان التوكن بيبقى ليه انواع، والانواع ديت شبه ثابته في كل لغه برمجه. عندك طبعا الاند اوف فايل توكن دوت، بس عشان يعني بيتحط في اخر الليست بتاعت التوكنز عشان بس تقولك ان انت وصلت لنهايه الفايل. الاند اوف لاين دوت اللي هو ان في /n في الفايل دوت او سطر جديد. السبيس توكن، اللاين كومنت، delimited كومنت. عندك الليترالز اللي هي ابسط رموز يعني بتتكون بيها البيانات. هتلاقي ان هو string، character، boolean،
نمبر. الليكسر اثناء ما هو ماشي بيبقى يقدر يحول التوكن اللي هو شافه للراست توكن، او ان هو بيقدر يتعرف على القيمه ديت كنيتيف في لغه راست وبيخزنها بالفعل يعني. هتلاقي هنا برضو عندنا النمبر كايند، لان الانواع مختلفه طبعا. عندك مثلا الفلوت نمبرز، الانتجر نمبرز، الانسايند نمبرز، وعندك الانسبيسيفايد انت وانسبيسيفايد فلوت. الفكره ان في حاجه اسمها النمبر سافكس او اللاحقه اللي بتلحق بالنمبر، ودي حاجه احنا واخدينها يعني من لغه زي سي بلس بلس وكوتلين وراست. بالذات لغه راست احنا منفذين حاجه شبهها خالص يعني. فكرة ان انت النمبرز ممكن تحط لها التايب بتاعها هنا في اخرها، يعني ان هو مثلا تكتب 12 i32، ده كله هيتعرف عليه راست كومبايلر ان هو نمبر من نوع i32. في سي بلس بلس برضو انت كنت ممكن تكتب 12 لونج كده ان هو 12 من نوع لونج. هنا نفس الكلام في راست، انت ممكن تكتب i64. فاحنا في لغة نظم برضو عاملين نفس الكلام، بس طبعا بالتايبس بتاعت اللغة، اللي هو هتلاقي 12 مثلا صاد 4 اللي هو 12. طبعا الرايت تو ليفت هنا يعني مش كويس، فهتلاقي هنا 12 بعدين صاد 4 اللي هو 12 من نوع عدد صحيح حجمه 4 بايت اللي هو الانتجر 32 مثلا، او طه 4. طه ديت اللي هو يعني تقدر تعتبرها unsigned int. الفكرة ان هو يعني عدد طبيعي اللي هو اعداد من صفر للاعداد الموجبة، يعني دي اللغة بتمشي بالطريقة دي. عندك طبعا العين اللي هو العدد عشري، عين 4 اللي هو float 32. ال unspecified int بقى وال unspecified float دوت لما تكتب number يعني ambiguous كده بالشكل ده ما فيهوش suffix، فالمفروض الكومبايلر في مرحلة السيمانتكس يعرف نوع الليترال دوت ايه من خلال التايب تشيكينج وهكذا. فالليكسر طبعا ما بيعرفش، هو بس مهمته ان هو يقسم الفايل لتوكنز، فهو شاف نمبر ولكنه ما شافش السافكس او اللاحقة بتاعته او النوع بتاعه اللي وراه، فعشان كده هيصنفه على اساس ان هو unspecified int و unspecified float، بحيث ان التايب شيكر بعدين ياخد باله ولازم يعرف انواع النمبرز دي ايه. فده النمبر كايند. عندك برضو السترينج، هو السترينج بياخد معاه السترينج كي، وفكرة الكي دي هتلاقيها متكررة عندنا هنا في البروجكت. في ستراكشر عندنا هو الداتا بول، ده فكرته جاية من السترينج بول في الجافا. لو عملت كذا سترينج ليهم نفس القيمة بترجع زي بوينتر او نفس الاوبجكت بتاع السترينج دوت. هنا نفس الكلام، يعني تقدر تعتبره ان انت لو السترينج ديت اتكررت فانت مش محتاج ان انت تخزنها كذا مرة، انت بس بتحطها في حاجة اسمها سترينج بول او الداتا بول وبس بيبقى معاك السترينج كي بتاعها. كذلك برضو هتلاقي هنا في التوكن كايند عندنا الايدنتيفاير. الايدنتيفايرز بالذات ممكن تتكرر كتير في الكود عندك، ان انت ممكن تعرف فاريبل بايدنتيفاير وتلاقي نفسك عمال تستخدم الفاريبل ده كل شويه. فانت عشان الافشنسي عندك في الكومبايلر محتاج بس تخزن الاي دي دوت مره واحده وتاخد بس كي او زي بوينتر كده الايدنتيفاير دوت موجود فين في الداتا بول. يعني هتلاقي طبعا الكي ديت عباره عن U32، يعني هي حرفيا انتجر، بس احنا ممكن نتكلم بعدين عن الداتا ستراكشر دوت بعدين ان شاء الله. المهم من انواع التوكنز اللي عندنا برضو اللي هو السيمبل كايند، وده الرموز. يعني هتلاقي هنا عندنا الكوما العربيه، السيمي كولون العربيه، وعلامه الاستفهام والاقواس والبراكتس والدوت، الحاجات دي كلها يعني الاوبريتورز، ولكنها ما فيهاش الاوجمانتد اوبريتورز اللي هو مثلا البلس يساوي دوت اوجمانتد اوبريتور او اوجمانتد اساينمنت. يعني في كومبايلرز بتعملها، احنا في عين كنا عاملين الفكره ديت في الليكسر، ولكن هنا قلنا ان ديت يعني ما نخليهاش مهمه الليكسر. مهمه البارسر يشوف اتنين سيمبلز ورا بعض ويتاكد ان هو يعني اوبريتور مدعوم في اللغه ولا لا. كذلك عندنا برضو الكيورد كايند او التوكنز اللي هي من نوع كيورد. تلاقي هنا الفانكشنز احجز ميوتابل، يعني الحاجات ديت هي الكيوردز المدعومه في اللغه. وميزه برضو في راست ان احنا حرفيا لو غيرنا الكومنت دوت فالكيورد هتتغير اوتوماتيك، ده بسبب ان راست فيها قوه ماكرو بتقدر يعني تتعامل مع الكود اثناء الكومبايل تايم. يعني دي حاجه مرعبه جدا، ولكنها برضو مش ألطف حاجة. يعني لغة زي جاي يعني أعتقد فيها شيء كويس أفضل من الراست يعني. فده كلاس التوكن أو التوكن ستراكشر. عندنا بقى الفانكشن الأساسية اللي هي next token type. زي ما قلنا إن الليكسر هو عبارة عن iterator، مهمته بس إن هو يعدي على كل حرف كل توكن ويقول لي التوكن كايند دوت نوعه إيه بالظبط.
فهتلاقي هنا بيعمل زي سويتش كيس على الحرف اللي احنا واقفين عليه بالظبط، وشوف بقى لو هو مثلا السلاش ديت هتلاقي بينادي على الفانكشن ديت next token with slash. ده لان السلاش بتستخدم في كذا منطقة، يعني مثلا اللاين كومنت او الكومنت على كذا سطر، او مثلا ان هو بيبقى علامة قسمة، فهو محتاج بس يتأكد ان هو مستخدم فين بالظبط. كذلك لو لقى الكومة العربية ديت هيرجع لي التوكن كايند نوع سيمبل، بياخد سيمبل كايند اللي هو الكومة، وهكذا مع بقية السيمبلز ديت. هتلاقي برضو هنا ان هو بيبدأ بيشوف الارقام، ان هو لو لقى الحرف اللي هو واقف عليه من 0 ل9 او في الرينج دوت هتلاقيه بينادي على النكست نمبر توكن. خلينا نشوف دوت في ايه. هتلاقيه بينادي على النكست نمبر كايند، ادي النكست نمبر كايند. فهيبدأ يعني هنا يشوف البريفكس بتاعت النمبر دوت ان هو بيبدأ ازاي. لو لقى مثلا ان هو بيبدأ ب2 هاش، ده معناه ان انت عاوز تكتب نمبر ولكن بالباينر. لو لقاه 8 هاش، ده معناه ان انت عاوز تكتب بالاوكتل. 16 هاش ده معناه ان انت عاوز تكتب بالهكس. طبعا دي حاجة ترجع للغة. في لغة زي سي بلس بلس انت بتكتب مثلا 0x و AF وهكذا، ده يعني النمبر هكس، او 0B واصفار وحيد. دي حاجة زي ما قلنا ان هي بترجع لطريقة اللغة، والليكسر مهمته انه يتأكد من التوكنز دي شغالة ازاي. المهم يعني هتلاقيه بيعمل سكيب، بينادي على النكست كورسر لانه خلاص اتأكد ان هو التوكن ده صح، فبيبدأ يشوف بقى النكست هيكس نمبر توكن وهكذا. يعني اللوجيك انا اعتقد ان هو وصل لك، وهو لوجيك بسيط خالص، هو مجرد اتريتور وبتفضل تماتش على التوكنز دي. اللوجيك بسيط صحيح، ولكن اللي بيعقد الامر فعلا هو موضوع الايرورز. انت الكومبايلر يعني بيبقى عارف الايرور فين بالظبط، ولكن ان انت عشان تريبورت دوت محتاج ان انت تعدل في الكومبايلر ستراكشر بشكل رهيب جدا. وده الموضوع يعني اللي لازم تاخده في عين الاعتبار من البداية خالص، وانت اصلا ما بتعمل كومبايلر احترافي. في لغة عين يعني الموضوع فشل للسبب ده، ان الايرورز يعني كنا عارفين يعني الايرور موجودة فين، ولكن مش عارفين نريبورت بطريقة كويسة. فالموضوع دوت يعني بيأثر بشكل كبير جدا على اللغة. ده فضلا طبعا عن ان انت تكتب كود سيف، بالذات في لغة زي راست، فممكن يعني تحتاج شوية تويكس كده عشان بس يعني الباور تشيكر ما يغلسش عليك. هنا برضو عندنا موضوع الباك سلاش، وديت ممكن يلاقيها زي السكيب سيكونس، فهو لازم يتأكد ان هو اصلا داخل سترينج او كاركتر، ويتأكد بقى ان انت فعليا السكيب سيكونس ديت مدعومة ولا لا. هتلاقي هنا برضو ان هو بيماتش على السلاش تي ديت، بتبقى جاية من الفايل نفسه، ان انت لما بتكتب تاب او بتدوس تاب هو بيحط سلاش تي ديت في الفايل، فبيشوف يعني مختلف انواع السبيسز الموجوده، وبناء عليها بيرجع لك التوكن كايند اللي هو سبيس. لو بقى ما لقاش اي توكن من التوكنز ديت، فبيبدا بقى يشوف هل هو اي دي او كيورد، لان هو خلاص اتاكد ان مفيش سيمبل مفيش نمبر، فدي اخر مرحله بقى، ان انت هيفضل معاك الاي دي او الكيورد. فبيبدا يتاكد بقى ان انت السلسله ديت يعني كلها الفابيتيك. لو لقى الايدنتيفاير دوت يعني زي كلمة صحيح، فبيرجع لي توكن اللي هو literal boolean من نوع true. لو لقاه فاسد يعني هيلاقيه false. طبعا محدش يسألني عن الترجمة دي ليه كده. كذلك برضو بيعدي على الكيوردز اللي موجودة عندك. طبعا هنا ده الانوم اللي هو keyword kind، وجواه ميثود اللي هي iterator، ولو هو بيساوي الاي دي فهيرجع لي توكن كايند من نوع الكيورد وجواه الكيورد تايب. يعني اللوجيك بسيط خالص. اخر حاجه لو ملقاش ترو او فولس او ملقاش كيورد، فدوت معناه ان هو ايدنتيفاير. يعني زي ما قلنا موضوع معقد اكتر بسبب موضوع الايرور ريبورتنج. لو جيت في لغه زي عين مثلا، هتلاقي هنا عندك الليكسر سي بي بي، وهنا يعني هتلاقيه يعني الصراحة أبسط شوية. طبعا الشيرد دوت أيام ما كنت برمي شيرد بوينتر في كل حتة، فعشان ما عنديش خلق الصراحة أتعامل مع الميموري بالذات في لغة زي سي بلس بلس. فتلاقي هنا بيقرا اللاينز، بيعدي على كل لاين، بيعمل توكنايزيشن لللاين دوت، هتلاقي بيعمل بوش للإكسر لاين دوت. وهنا برضو عندك الإكسر توكن، طبعا أنت ممكن تشوفه في الهيدر. إكسر توكن يعني هتلاقي نفس الكلام هنا برضو. توكن تايب عندك باد توكن، سمبل توكن، ليترال توكن، وده زي ما قلنا يعني نفس انواع التوكنز الموجوده في اللغه، ولكن بتختلف من لغه للغه من حيث الكيوردز، من حيث طريقه كتابه بتاعت النمبرز الى اخره. هتلاقي جوه الليكسر لاين دوت جوه ميثودز كويسه،
يعني مثلا find string or character token find document token، واثناء التنفيذ تلاقيه بينادي على الميثودز ديت بشكل iterative. فنفس الفكره بتتكرر في الكومبايلرز كلها. ده كده موضوع الليكسر. زي ما قلنا الحاجة النهائية اللي بتطلع من الليكسر list of tokens، بحيث انه بناء على ترتيب التوكنز ديت البارسر بيقدر يتأكد من الجرامر بتاع الكود بتاعك طبقا للجرامر بتاعت اللغة. ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.